السلام عليكم يا فندم. واحنا صغيرين في ابتدائي كانوا بيعلمونا ان في كذا نوع من الذهب. في الذهب الاصفر اللي هو بتاع كردان رشا، وفي الذهب الاسود اللي هو البترول، وفي الذهب الابيض اللي هو القطن. وحاليا احنا محتاجين الوزاره تعدل الكتاب وتضيف نوع ذهب جديد، وهو الكورولا من 2005 ل 2007، ونسميها الذهب الكورولي. العربيه اللي بتتباع اغلى من كل الاجيال اللي بعدها، والحقيقه مش فاهم ايه السبب في الجنان ده. واعتقادي يعني ان اكيد في كنز ساموراي قديم مدفون في احد العربيات دي والناس بتدور عليه، وده السبب الوحيد في ان الكورولا كل العربيات الكومباكت بتلعب في حته، وهي حاطه 10 براميل فوق بعضهم وبتلعب في حته ثانيه خالص. النهارده في فوتوفندي هنتكلم عن كورولا، اكتر عربيه اتباعت في التاريخ. ده الجيل ال11 من تويوتا كورولا، والحقيقه ان العربيه دي واحده من اقدم الاسماء التجاريه في العالم واكثرها مبيعا. العربيه دي بدات سنه 1966 وباعت لغايه النهارده 44 مليون عربيه. طب ده بيمثل ايه للناس اللي بتشتري العربيه؟ هقول لك. لما يكون انت عندك شركه وعندك فيها موظف بيشتغل شويه وينام شويه، لو اتزنقت فيه ساعات تلاقيه وساعات ما تلاقيهوش، ما بيبتكرش في شغله، يا دوبك ممشي الحال. الموظف ده انت مش هتفكر تديله مكافآت او تديله زياده في المرتب، واخرك خالص لما تعمل كده هتديله مثلا ال 5% بتوع العقد. على الجانب الاخر انت عندك موظف دايما بيجتهد، دايما بيبتكر، بيغير في شغله، في اي وقت تزنق تلاقيه، وحتى من غير ما انت تقول له بتلاقيه عمال يغير حاجات ويروح ويجي بيزود في انتاجك وبيبيع لك مبيعات فلكيه. الراجل ده من غير ما يطلب ومن غير ما يعمل اي حاجه انت هتزوده حتى لو بره الاتفاق بتاعكم، وهتديله بونصز عشان يكمل في السكه اللي هو ماشي فيها دي. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع كورولا والعربيات اللي زيها. تويوتا ما بخلتش على كورولا خالص في التطوير، وجيل ورا التاني العربيه دي بتتغير وبتطلع لمستوى اعلى. في عربيات واقفه مكانها بقالها سنين طويله وكورولا لا. الجيل ال11 ده بالذات تويوتا ما بخلتش عليه في حاجه، وما ببالغش لو قلت ان ده واحد من احسن اجيال كورولا، ان ما كانش احسن جيل فيها على الاطلاق لغايه دلوقتي. كورولا بما انها بضاعه عالميه فهي بتتقدم بنسختين، نسخه اوروبيه ونسخه امريكيه. اللي بتنزل عندنا مصر هنا هي النسخه الاوروبيه، ودي النسخه اللي بتدي على شويه كلاسيكيه وفخامه ودلع والكلام ده. النسخه الامريكيه داخله في الرياضيه بوشها خالص. النسخه اللي موجوده هنا في مصر هي اكتر عربيه تقريبا فئه الكومباكت كلها بتحسسك بالفخامه. التصميم اللي جوه المشطوف بتاع التابلو اللي تحسه متاخد من لكزس، وشويه الاضاءه بتاعتها، كمان الخامات كلها من بعيد شكلها كويس قوي. التداخل ما بين الحاجات المطفيه واللي بتلمع والحاجات اللي تبدو جلد، كل الكلام ده هيحسسك ان كورولا في الجيل ال11 ده فعلا متقدمه جدا وخدت خطوه كبيره عن الاجيال اللي قبلها. كمان وضعيه السواقه في العربيه دي من رايي الشخصي احسن وضعيه سواقه لكورولا في تاريخها كله. ما هياش رياضيه، لكن التناسق في الالوان، العدات اللي قدامك، الدركسيون، قعدتك، المساحات اللي انت شايفها حواليك، كل الحاجات دي بالنسبه لي ممتعه بالنسبه لكورولا. كورولا اصلا طول عمرها عربيه منشيه وعامله زي طقم الانتريه الغالي اللي عمرك ما تقعد فيه وتبقى قاعد مرتاح كده، انت بس قاعد منشي عشان خاطر خالته وتيتا وعمته وحاطط الخداديه على رجلك والافلام دي كانك رايح تخطب، ما علينا يعني. الخامات لو قربت منها قوي ولمستها بايدك هتلاقيها مش زي ما انت كنت متخيل، محتاجه تكون احسن من كده. التشطيب بتاع العربيه في المجمل ممتاز، والحقيقه ما عنديش الازمه بتاعت الناس اللي بتقول ان العربيه تركي فمش عارف فيها كذا، عادي. في فاضل بقى نقطتين مهمين جدا. اولا بالنسبه للراحه والعزل والتكييف الموجودين جوه الكابينه، تويوتا طول عمرها او كورولا بمعنى صح طول عمرها كانت متفوقه قوي في الحته دي، ولا زالت حتى الان. المساحه اللي متوفره في الكابينه قدام او ورا كويسه قوي. قدام انت قاعد براحتك، وضعيتك كويسه، شايف كويس جدا، ما بتخبطش في اللي جنبك. ورا كمان الكنبه نفسها تصميمها كويس، المساحات المتوفره حركه الرجل كويسه، مفيش نفق فتيس، ودي حاجه ممتازه وعظيمه في اي عربيه. كمان مساحات التخزين في العربيه كويسه قوي، سواء في الابواب او في الشنطه اللي ورا، 470 لتر تقريبا، وهتحس بيهم قوي كمان عشان نقطتين. اولا الشنطه بتفتح بزاويه واسعه، ما بتضايقكش في انك تدخل اي حاجه كبيره، وكمان مش عالي قوي فبتقدر ترفع الحاجات الثقيله في العربيه بمنتهى الراحه. والكنبه اللي ورا كمان بتتني عشان تديك مساحه اكبر. العزل والتكييف في العربيه ممتازين زي الاجيال اللي فاتت، بس العزل هنا بره في الشارع ما تسمعش اصوات قوي، العزل ممتاز. لكن العزل بتاع الموتور جوه الكابينه متوسط، تسمع صوت الموتور لو قرصت عليه، والصوت مش محبب قوي يعني. العربيه اصلا ما هياش رياضيه. التكييف مش هيخذلك في اي وقت في العربيه دي، حر بقى، رطوبه، شمس، ايا كان، كعاده كورولا. الحته دي عمرها ما وقعت منها. كورولا شغاله بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، وده موتور شغال بتقنيه اسمها VVTi. المهم ان هو بيطلع 120 حصان و154 نيوتن في المتر. وهتسمع كتير بقى عن ان VVTi دي حاجه تنانينيه بتطلع يعني طاقه نوويه والكلام ده، والحقيقه مفيش الكلام ده.
هي مجرد تطور طبيعي للفي في تي. في المجمل الموتور ده استجابته كويسه وبيديك اداء كويس، صحيح ما هواش احسن موتور رياضي يعني، لانه بيديك اداء متوازن جدا. العربيه شغاله بفتيس سي في تي، وعلى الرغم من اني ما بحبش الفتايس دي الا ان اداؤه سلس في كرولا وما عنديش مشاكل معاه. بالنسبه للاداء بتاع العفشه فالعربيه ادائها متوازن الا انه يميل للراحه شويه. استجابه الدركسيون في العربيه دي كويسه الا انها مش متماشيه مع العفشه. العربيه وهي بتاخد الملفات السريعه محتاج تمسك ايديها كده وتقول لها هنعدي المحنه دي مع بعض، محتاج تديها شويه اهتمام يعني، لان بصراحه اداء العفشه في الملفات والرياضيه بشكل عام مش كويس، الا ان العربيه بتديك مستوى متوازن من الثبات يعني. بالنسبه للتجهيزات، تجهيزات العربيه دي من متوسطه لكويسه، فيها حاجات اللي انت بتدور عليها زي السنسورز والكروز كنترول والكلام ده كله والتران مالتي فانكشن، الحاجات اللي ما بحبش اتكلم عنها دي يعني. ولكن الاهم تجهيزات الامان، مش متشال منها حاجه تقريبا، فيها السبع اير باجز بتوعها، فيها الاي بي اس اي بي دي، حاجات تراكشن كنترول والكلام ده. المهم ان مستوى الامان فيها كويس قوي، ودي حاجه بقت قليله شويه في السوق بتاعنا. خلاصه كورولا على اضواء السهاري الصفراء والظلام الدامس، عشان المغرب اذن وانا اتاخرت. كورولا عربيه كويسه قوي لو انت بتدور على حاجه عمليه اعتماديه من اسم معروف، والاهم انك مش هتخسر فيها جنيه لما تبيع. العربيه دي مش بعيد يلاقوا فيها كنز زي بتاعه 2007 وسعرها يضرب في العالي تاني يعني. الا ان العربيه دي ما هياش قيمه مقابل سعر كويسه، يعني ما هياش افضل حاجه تجيبها بفلوسك، في خيارات تانية افضل منها. لكن لو انت شخص بتدور على حاجه برستيج، شغال في السيلز وهندام كده وخلاص يعني عديت عشريناتك وقضيت ازمه منتصف العمر، كورولا مناسبه قوي ليك. العربيه بتحاول جاهده انها تقدم يعني مظهر كويس والكلام ده، الا انها يعني ما بتنجحش قوي في الحته دي. العربيه شكلها من بره جذاب وكلاسيكي، لكن ما هياش شبابيه في المجمل، ودي حاجه بتاعت اذواق مش مشكله في كورولا نفسها يعني. الجيل ده من احسن اجيال كورولا، ومن رايي الشخصي ده احسن جيل كورولا على الاطلاق يعني، الاجيال اللي انا جربتها عن نفسي. الا ان العربيه حته القيمه مقابل سعر فيها دي مش مشجعه خالص. الامان في العربيه كويس قوي، الاداء متوازن لكنه مش اداء رياضي. فلو انت بتفكر في حاجه رياضيه او حاجه شبابيه او حاجه كويسه قوي قوي بالنسبه للفلوس، مش كورولا. كورولا فيها كل الحاجات التانية. شكرا لكم يا فندية على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، اتمنى يكون اخيرا الكومنتس بتاعت هات كورولا. جبت كورولا اهو، جبتها بالليل بس يعني جبتها في الاخر. لو عندكم اي اسئله عن كورولا او اي عربيه ثانيه من العربيات اللي جربتها ابعتوا لي في الكومنتس في اليوتيوب او في الرسائل في الفيسبوك. كمان اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب عشان تشوفوا كل الفيديوهات، لان الفيديوهات كلها بتنزل دلوقتي على اليوتيوب. وتابعوا الفيسبوك عشان المعلومات الجديده عن العربيات، وتابعوا كمان الانستجرام عشان تشوفوا الكواليس بتاعه التصوير. شكرا لكم يا فندية على الدعم اللي بتقدموه كتير ليا سواء على فيسبوك او على يوتيوب، انا شاكر افضلكم، والسلام عليكم.